لوس أنجلوس بتولع. ايه حكاية المظاهرات الغاضبة اللي ترامب عايز يقضي عليها؟ هقول لك القصة كاملة. لو متابع الأخبار اليومين دول يبقى أكيد عينك جت على لوس أنجلوس، المدينة اللي كانت دايما رمز للنجوم والشهرة. دلوقتي بقت ساحة معركة حقيقية. الدنيا هناك مقلوبة، مظاهرات غاضبة مش بتوقف لليوم الثالث على التوالي، والسبب الرئيسي قوانين الهجرة الجديدة اللي قومت الدنيا ومش قعدتها تاني. الوضع هناك متوتر بشكل مش طبيعي، ناس في الشارع بتواجه قوات الأمن، وشرطة لوس أنجلوس أعلنت إنها قبضت على 56 واحد في الاشتباكات دي اللي حصلت في قلب المدينة. تخيل العدد. الرئيس دونالد ترامب مش عاجبه اللي بيحصل خالص، وخرج بتصريحات حادة بيقول فيها إن الوضع في لوس أنجلوس سيء للغاية، أرسلوا القوات فورا، لا يمكننا السماح باستمرار هذه الفوضى. واضح إنه ناوي على الجد، لدرجة إنه قال إن فيه أشخاص عنيفين في لوس أنجلوس ولن يفلتوا من العقاب. ولما سألوه هيبعت قوات أكتر، رد بكل وضوح: سننشر قواتنا في كل مكان، لن ندع بلدنا يتمزق كما حدث في عهد بايدن. تصريحات قوية بتبين قد إيه الموضوع ده شاغل دماغه، وبيضيف إن لوس أنجلوس بقت محتلة وتحت السيطرة، وإنه هيشتغل مع وزارة الأمن الداخلي وجهات تانية عشان يحرر لوس أنجلوس. حتى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI دخل على الخط وقال إن لوس أنجلوس محاصرة من قبل مجرمي العصابات اللي بيستغلوا حالة الفوضى، وهنرجع الأمن والنظام بكل الوسائل الممكنة. يعني الموضوع كبير جدا يا أصدقائنا، اللي بيحصل على الأرض مش مجرد هتافات، لا ده في عنف حقيقي. شفنا فيديوهات لناس بتولع في عربيات وتقفل طرق رئيسية وبترشق الشرطة بالحجارة والأزايز الفاضية. تخيل ان عربيات شرطة ولعت نار، وطريق رئيسي في لوس أنجلوس وقف اكتر من ساعة بسبب الحواجز اللي عملوها المتظاهرين. الشرطة كانت بترد بقنابل دخان وصواعق عشان تفرقهم. مش بس كده، تقارير وسائل الإعلام الأمريكية بتقول إن مئات من جنود الحرس الوطني الأمريكي نزلوا المدينة بأمر من ترامب وتمركزوا أمام المباني الحكومية. دي خطوة مش بتحصل كتير، وما كانتش بتحصل من سنين طويلة، وده عمل ضجة كبيرة في الولاية الليبرالية دي، لأن ناس كتير قالت إن ترامب بيزود الطين بلة وبيبعت القوات عشان يزود التوتر. حتى إن حاكم كاليفورنيا نفسه كان غضبان قوي وقال لم تكن لدينا مشكلة حتى تدخل ترامب، يعني وقفوا قصاد بعض. ده انتهاك خطير لسيادة الولاية لتأجيج التوترات مع تحويل الموارد عن وجهتها الحقيقية. وطالب ترامب وقال له الغي الأمر ورجع السيطرة لكاليفورنيا. طيب ايه اللي ولع الشرارة دي كلها؟ الموضوع بدأ لما إدارة الهجرة والجمارك الفيدرالية ICE قبضت على مهاجرين غير شرعيين في المدينة خلال عطلة نهاية الأسبوع، ومن هنا بدأت المظاهرات اللي طلبت الأول بوقف الاعتقالات دي، وبعدين الدنيا سخنت قوي واتقلبت لأعمال شغب خطيرة. أعمال الشغب دي كانت واضحة في مناطق زي فيرمونت وكيمبنتون وسط مدينة لوس أنجلوس، حيث الهتافات كانت بتزيد والعنف كان بيزيد، لدرجة ان في عربيات ولعت وحتى زجاجات المولوتوف كانت بتترمي. السلطات الفيدرالية صرحت ان عدد المهاجرين اللي اتقبض عليهم في لوس أنجلوس الاسبوع ده وصلت لاكتر من 100 شخص. كاليفورنيا هي اكبر ولاية في امريكا من حيث عدد السكان، معروفة بان فيها عدد كبير من المهاجرين اللي عايشين وشغالين هناك، وليهم دور كبير قوي في اقتصاد الولاية المزدهر. عشان كده لما ترامب شاف الوضع بيتفاقم أذن بنشر 5000 فرد من الحرس الوطني المحلي عشان يفرضوا النظام والقانون بالقوة. ومش بس كده، الإدارة الأمريكية بتجهز لإجراءات صارمة جدا البلد ما شافتهاش من سنين. وزير الدفاع صرح كمان ان وحدات مشاة البحرية الامريكية في معسكر بندلتون جنب كاليفورنيا في اعلى درجات التأهب ممكن يتدخلوا لو العنف استمر. يعني الموضوع ممكن يكبر اكتر واكتر. هنشوف الايام اللي جاية فيها ايه.